أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي أحرقتني للذاريات عبثا تحاول الفناء لثائر فانق القيامة ذات يوم آتي. أهلا بك صديقي العزيز في الأنمي الجبار، الأكشن والإثارة والأحداث الدمار. نعم يا صديقي، إنه الرجل المنشار. ولكن قبل ما نبدأ عندي لكم تحدي صغير وعارف إنكم قدها يا أساطير. انزل اعمل لايك دلوقتي حالا وهتلاقي قناة الواتساب بتاعتنا متثبتة في الكومنت المثبت، يا ريت تروح تشترك فيها، خلونا نوصلها 1000 مشترك. أنا عارف إنكم قدها، ويلا بينا من غير ما نطول في الكلام صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وهيا بينا نبدأ سرد الحكاية. ده هو دانجي، ابو انتحر وساب له دين بقيمه 38 مليون يوان لاحد العصابات، ودانجي حاول سداد الدين ده بكل الطرق لدرجه ان الواد باع عينه كمان كليته، ولكن ده ما كانش كفايه، وعشان كده قرر يشتغل في صيد الشياطين بمساعده كلبه الشيطان الاليف بوتشا، وهو دلوقتي في طريقه لصيد احد الشياطين. بالفعل بيتسلل عند الشيطان ده وبيقضي عليه. بيجي الراجل ده وهو رئيس العصابه اللي دانجي مديون له بالفلوس، بيقول له انا هاخد منك جثه الشيطان ده ب 400,000 يوان، وبعد خصم جزء من الدين اللي عليك وكمان الضرايب بقى لك 70,000 يوان بحالهم. دانجي بياخد الفلوس وبيمشي علشان مفيش قدامه اي حل تاني، وبعد دفع الفواتير اللي عليه بيتبقى له 1800 يوان بالظبط. مفيش اكل في البيت والمفروض ان المبلغ ده يقضي شهر كامل. طب ازاي؟ بيقرب الواد ده من العربيه وبيقول له لو كلت السيجاره دي هديك 100,000 يوان، وبالفعل دانجي بيعمل كده. رئيس العصابه بيكون راكب جوه وبيقول له هنتواصل معاك لما يظهر شيطان جديد، وبيرمي له ال 100,000 وبيسيبه وبيمشي. ده البويس اللي انت عايش فيه ده يا ابني. بيطلع دانجي السيجاره من بقه وبيقول للكلب بتاعه انا هعمل اي حاجه علشان نعيش انا وانت يا بوتشا. بيرجع وقتها البيت بتاعه بيقعد ياكل هو وبوتشا وبيفتكر لما ابوه مات. رئيس العصابه وقتها راح له عند القبر بتاعه وقال له قدامك لبكره علشان تسدد الدين بتاع ابوك والا هخليك تحصله، بيسيبه وبيمشي. بيبص دانجي جنبه ساعتها بيشوف بوتشا لاول مره، بيخاف منه وبيقول له لو كنت عايز تقتلني ارجوك اقتلني بدون الم، فانا كده كده ميت. وفي اللحظه اللي كان مستني فيها بوتشا يهجم عليه ويخلصه من عذابه، وبيلاحظ ان بوتشا هو كمان مصاب وبينزف. وقتها بتيجي في بال دانجي فكره وبيمد ايده لبوتشا وبيقول له اشرب من دمي، فانا سمعت ان شرب دماء البشر بيشفي الشياطين، وبيقرب بوتشا منه وبيشرب من دمه بالفعل. وقتها دانجي بيقول له دمي ده مش ببلاش، اعتبر ان ده عقد بينا، فانا هنقذك وانت كمان هتنقذني. تاني يوم بيروح دانجي عند العصابه ولكن كان معاه شيطان، وبيقول له رئيس العصابه ايه رايك تستخدمني قصايد شياطين لحد ما اسدد لك ديوني. بيفوت دانجي من ذكرياته دي على قلم فظيع وبيبدا يرجع دم من بقه، ولكن مفيش وقت للالم لان ساعتها بيخبط عليه زعيم العصابه وبيقول له في شيطان جديد ظهر. بالفعل بيقوم دانجي وبيتحركوا بالعربيه وبيوصلوا لمستودع قديم. بيدخلوا وبيسال دانجي رئيس العصابه عن نوع الشيطان او المكان اللي موجود فيه، ولكنه مش بيجاوبه. فجاه بيقف الزعيم مكانه وبيقول له احنا ممتنين جدا ليك، انت خدمتنا زي الكلب الوفي كل السنين اللي فاتت دي، وعملت كل اللي تقدر عليه علشان تسدد ديون ابوك اللي مالكش ذنب فيها من الاساس. وفي ثواني بيجي حد من ورا دانجي وبيطعنه هو وبوتشا، اللي طعنه ده مش انسان عادي ده زومبي. بيكمل الزعيم الياكوزا عايزين التوسع وعشان كده عملنا عقد مع شيطان زيك بالظبط. وهنا بيظهر الشيطان بالفعل وكان بيتحكم في كل افراد العصابه، وبيتكلم وبيقول انا بكره كل صياد الشياطين ولازم كلهم يموتوا. بيبدا الزومبي في التحرك ناحيه دانجي وهو بيحاول يقاوم الالم ويقوم. بيجري دانجي هربا منهم ولكن اصابته كانت مأثره عليه، وبيشوف المخرج وبينطلق ناحيته، ولكن للاسف قبل ما يوصل للباب بيقرب منه احد الزومبي وبيجرحه. بيقع دانجي على الارض وبيبدا الزومبي يطعنه ويقطع فيه بدون اي رحمه، وهو بيسال نفسه سؤال واحد بس، وهو ليه كل ده؟ انا ما كنتش عايز ابقى غني او حتى مشهور، انا كنت عايز اعيش حياه طبيعيه مش اكتر. بيرموا دانجي في صندوق الزباله جثه مقطعه اشلاء هو وبوتشا، وللاسف دانجي فارق الحياه. ولكن في الوقت ده بعض الدماء من دانجي بتسقط على بوتشا، ولما بيشرب منها بيفتح عينه مرة تانية. بيفتكر كلام دانجي لما قال له ان لو مت في يوم انت هتتبهدل من غيري، وعشان كده عايزك لما ده يحصل تستحوذ على جسمي وتعيش بيه. بتبدا اطراف دانجي تتوصل ببعضها مرة تانية وبوتشا فعلا بيستحوذ على جسمه. بيفتح دانجي عينه وبوتشا بيتواصل معاه، وساعتها بيفهم انت استحوذت على جسمي زي ما قلت لك. وهنا بوتشا بيتكلم بلغة البشر لاول مرة. انا دايما كنت بحب اسمعك وانت بتتكلم عن حلمك وانك عايز تعيش حياة طبيعية، وعشان كده خلينا
نعمل عادي تاني، انا هديك قلب تعيش بيه في مقابل انك توريني احلامك. انها الصداقة يا سادة. وقتها بيفوق دانجي من الحلم ده مفزوع، مستغرب ان جسمه رجع سليم مرة تانية، ولكن كان في حبل غريب على صدره. الحبل ده زي اللي كان موجود في ديل بوتشا. الزومبي وقتها بيلاحظوه، والشيطان بيقول له هو انت صحيت تاني ازاي؟ بيؤمر الزومبي بتوعه بالهجوم على دانجي، ودانجي واقف قدامهم وبيسحب الحبل بتاعه من صدره وبيقول انا هحلمك زي ما انت عايز يا بوتشا. الزومبي بينقضوا عليه بيغطوه من كل مكان، ولكن فاكر ان ده هيفرق يا صديقي، يقولها معايا لا والله. بتتطاير اشلاء الزومبي في كل مكان وبيخرج من وسطهم دانجي، ولكن ده مش شكل دانجي اللي نعرفه، لا ده فعال القوة اللي اخدها من اندماجه مع بوتشا الكلب الشيطاني. مناشير في ايده الاتنين وحتى كمان في راسه، والشيطان مصدوم ومش فاهم اي حاجة. فاللي قدامه ده يا سادة ما تمش الاستحواذ عليه من شيطان، ده هو نفسه بقى شيطان. بينطلق دانجي بسرعة الصاروخ عليه وبيقطع فيه بالمناشير بتاعته، والشيطان بيرميه بعيد بيلزقه في الحيطة، ولكن ده ولا فارق. بيقطع في الزومبي يمين وشمال ولا كأنهم كيك يا جدعان. بيحدف الشيطان عليه اعضاء العصابة ودانجي بيستلمهم ويقطع فيهم، ولا كأنه نمر بيستلم كرة في خط ال 18. بيعدي من مئات الزومبي زي السكينة في الحلاوة وبينقض على الشيطان وبوم بيشقوا امه نصين. بيقف وسط الزومبي وبيقول لهم اللي بعده يا هنا يا سعده. بيمسكهم يقطع فيهم وشكله مش ناوي يرحم اي حد منهم لحد ما بيطلع النهار. بتوصل وقتها عربية على المكان وبيخرج منها الناس اللي ببدلات سودا دي، واول لما بيشوفوا بحر الجثث بيقولوا شكلي في حد جه قبلنا ولا ايه. بيبصوا بيلاقوا دانجي واقف في اخر المستودع لوحده. بتقرب منه البنت دي واللي اسمها ميكاما بالمناسبة، وبتقول له ريحتك غريبة، لا هي ريحة بشري ولا حتى ريحة شيطان، انت اللي عملت كل ده مش كده. بس دانجي بيفقد الوعي وقتها هي بتلحقه. بتتبخر قوة دانجي وبيرجع لطبيعته مرة تانية، وشكل كده اندماجه مع بوتشا رجع له اعضائه اللي باعها. بتعرف وقتها انه بشري، واللي معاها بيسألها اذا كان تم الاستحواذ عليه، ولكنها بتقول له لا. بتقول لدانجي انا صيادة شياطين من الامن العام، وانت دلوقتي قدامك خيارين ملهمش تالت، يا قتلك زي اي شيطان او انك تنضم لينا. طبعا دانجي بيوافق وبيروح معاها وبتسأله عن اسمه، فلما بيقول لها بتكمل وبتقول له انت دلوقتي تحت رعايتي وهتشتغل معانا كصائد شياطين. بيروحوا لاحد البنزيمات علشان ياكلوا، وهناك بيطلب دانجي كل اللي نفسه فيه، ودي كانت اول مرة يتعامل فيها كإنسان. بيفضلوا يتكلموا شوية مع بعض، وبعدها بيروحوا لفرع صيد الشياطين في طوكيو. بتعرفوا على المكان وان في اكتر من 1000 صيد شياطين في المدينة. بتديله اللبس بتاعه بكده دانجي بقى صيد شياطين رسميا. بيجي بعدها الشخص ده واللي اسمه اكي، وتم تعيينه هنا من 3 سنوات. بتطلب منه ياخد دانجي معاه النهارده ويعرفه على تفاصيل الشغل، ودانجي اتصدم، هو انا مش هشتغل معاكي؟ اكي بيشده من قفاه وبيقول له تشتغل مع مين يا كحيان انت؟ ميكاما في مستوى تاني خالص، انت بعيد كل البعد عن مستواها. المهم بينزلوا الشارع ودانجي بيقعد يتكلم اكي، ولكنه مش بيرد عليه. واخر ما اكي بيزهق منه بياخده لشارع جانبي وبينزل في ضربه، بيقول له انت هتسيب الشغل ده النهارده، لو جيت بكره هتكون نهايتك على ايدي يلا. بيسالوا دانجي هو انت بتعمل ليه كده؟ اكي بيقول له علشان انت ما عندكش هدف من انك تبقى صائد شياطين، انا شفت كتير زيك ماتوا على ايد الشياطين قدام عيني، واللي بيعيشوا بس هم اللي عندهم هدف حقيقي. بيسيبه مرمي في الشارع وبيمشي، ولكن تفتكر يا صديقي ان دانجي هيسكت؟ بيجري عليه وبيديله واحده تحت الحزام بتجيب اجله. بيقول له انت ما تعرفش انا وصلت هنا ازاي ولا ضحيت بايه. فدي كانت اول مره اتعامل فيها كانسان، ومش هسيب الفرصه دي تضيع من ايدي ابدا، انا لازم احقق حلمي ومش هضيع تضحيه بوتشا هدر. بيرجعوا الاتنين عند ميكاما والاتنين متبهدلين ضرب، وبتقول لهم مبسوطه انكم انسجمتم سوا، ومن النهارده يا دانجي انت هتنضم للوحده بتاعت ايكي علشان تكون تحت رعايته، وايكي طبعا هيتشال. بتكمل ميكاما وبتقول له دانجي بشري ولكنه بيقدر يتحول لشيطان، وعشان كده احنا لازم نعامله معامله خاصه، يعني لو هرب او استقال اقتله، وده امر مفيش فيه نقاش. وده معناه يا دانجي بكل بساطه انك هتشتغل معانا لحد ما تموت. بيروح دانجي يعيش مع اكي في نفس البيت علشان يكون تحت عينه طول الوقت، وطبعا زي ما توقعت يا صديقي دانجي طلع عينه. دانجي قرفه في حياته لدرجه ان الواد فكر ينتحر. بتجيلهم اول مهمه مع بعض، وكانت عباره عن ان الشيطان سيطر على جثه احد المواطنين. بيوصلوا للمكان وبيسال دانجي اكي عن ايه الشيطان بشري. بيقول له الشيطان بيسيطر على الجثه وبيتحكم فيها تماما، وشكلها بيتغير وبيفقدوا السيطره على نفسهم. بيفتحوا احد الغرف وفعلا بيلاقوا الشيطان جوه. اكي بيقول لدانجي يلا تحول لشيطان وخلص عليه وريني قوتك وعرفني اذا كان منك منفعه ولا لا. الشيطان في الوقت ده بيتحرك للهجوم عليه، ولكن دانجي بضربه واحده بس من الفاس اللي معاه بيفصل راسه عن جسمه. اكي بيقول له هو انت ما تحولتش ليه زي ما قلت لك؟ بيرد وبيقول له انا حاولت اقضي عليه بدون الم. اكي بيقول له اسمع اللي بقول لك عليه يلا، الشياطين دول قضوا على عيلتي قدامي، الشياطين دمروا وقتلوا وشوهوا ناس كتير ملهاش ذنب في اي حاجه، وعشان كده لازم تدور على اكتر طريقه مؤلمه تموتهم بيها، ده انت شكلك شايل منهم قوي يا عم اكي. بيرجعوا للمكتب بعد كده وبيعرفوا ميكاما بانتهاء المهمه، فبتقول لدانجي كويس انك هنا علشان اعرفك على زميلتك في الفريق. وقتها بتدخل عليهم البنت دي وهي شيطانه بشريه اسمها باور. بتقول لهم ميكاما لو ما حققتوش نتائج انتوا الاثنين هيتم حل الفريق بتاعكم، واكيد مش محتاج اعرفكم ايه اللي هيتم لو ده حصل، انتوا الاثنين هتموتوا. بيفضلوا الاثنين يتمشوا في اسطح المباني في المدينه يدوروا على اي شيطان، ولكن بعد لف كتير مش بيلاقوا اي حاجه. ولكن فجاه
وفجأة بتشم باور ريحة دم قريبة فبتجري على المكان بأقصى سرعتها ودانجي وراها مش فاهم أي حاجة هو كمان. طلع في شيطان قريب منهم وبتنط باور من فوق المبنى وهي بتفعل قوتها وبتنزل عليه بمطرقة من الدماء بتفرتك أمه. شيكي واقف مصدوم مكانه وعلى لسان حال الله يخرب بيت أمك ده طلعت نينجا. المهم بعدها ميكا ما بتوصل للمكان وبتوبخهم ما ينفعش تقتلوا شيطان تحت سلطة صيد شياطين تاني. وفي ثواني باور بتلبسها لدانجي وبتقول لها هو اللي قال لي اعمل كده. الواد دانجي اتصدم يا عيني بقى انا اللي قلت لك تعملي كده يا حربايه هو انا لحقت اتكلم اساسا. بيفضلوا يضربوا في بعض شويه ولكن ميكا ما بتوقفهم. بتقول لهم انا ما يهمنيش مين كان السبب في اللي حصل ده المهم ان انا عايز اشوف انجازاتكم انتوا الاثنين. بيروح دانجي يشرب اي حاجه وبيقول في نفسه انا عمري ما هنسجم مع الشيطانه اللعينه دي. وقتها باور بتتكلم وبتقول انا عمري ما هقدر انسجم مع البشر انا بحب القطط بس وبكره البشر وبكره الشياطين. كان عندي قطه ولكن في شيطان خطفها مني وما عرفتش ارجعها تاني بسبب ان اتقبض عليها من ميكا ما قبلها. انا مستعد اعمل اي حاجه علشان ارجعها مستعد حتى اتحالف مع البشر. دانجي بيقول لها هو ايه التفاهه اللي انت فيها دي؟ بتقول له يا رايك نعمل اتفاق مع بعض لو قدرت ترجع لي القطه بتاعتي هعمل لك كل اللي انت عايزه. الواد ما بيصدق يا عيني بيقول لها ازاي الشيطان الحقير يعمل حاجه زي دي احنا لازم ننتقم منه حالا. في الوقت ده ميكا ما كانت عند القاده بتوعها بيتكلموا عن ان الجيش الامريكي بقى بيستغل الشياطين في امور عسكريه. بيسالوها عن الكلاب اللي بتدربهم وقصدهم على دانجي والباقيين. بيحذروها انها تتعلق باي حد فيهم فهم مجرد كلاب بالنسبه لهم يقدروا يتخلوا عنهم في اي وقت. الواد دانجي طلع فاهم الوضع غلط خالص. بتخلص الاجتماع اللي عندها وبتركب مع اكي اللي بيسالها هو انت ايه عاجبك في دانجي ده انا شايف ان هو ملوش اي لازمه. بتقول له بص يا اكي الشياطين اسمها بيفرق في قوتها فعلى سبيل المثال لو كان عندنا شيطان القهوه فده اكيد شيطان ضعيف انما لو كان عندنا شيطان الصاروخ فده شيطان قوي وهكذا. بيقول لها وايه علاقه ده بدانجي فبترد عليه بتقول له ما دانجي بيقدر يتحول لشيطان المنشار وصدقني هتتفاجئ. في الوقت ده دانجي وباور بيوصلوا لمكان الشيطان ده كان مستخبي في بيت في مكان مهجور مفيش اي حد بيقرب له. بيقربوا من البيت ولكن فجاه باور بتقف. دانجي بيتفاجئ ولكن مش بيلحق يا عيني. باور بتفعل قوتها وبتلف تخبطه على دماغه في ثواني يا بنت الغداره. بتقول له انت غلبان قوي يا دانجي. بتسحبه جوه البيت وبتقفل الباب. يا ترى ناويه على ايه يا باور؟ داخل البيت دانجي بيكون مرمى على الارض والشيطان بيتكلم معاها وبيقول لها انت اتاخرت قوي. بتقول له انا جبت لك بشري زي ما انت طلبت فين القطه بتاعتي. الشيطان ده هو شيطان الخفاش. بيمسك دانجي وبيقول له شايف دراعي المقطوعه دي انتوا السبب فيها ومن ساعتها وانا مستخبي هنا ومستني الفرصه المناسبه وهجيت اهي انا هشرب دمك واستعيدها مره تانية. بيضغط على دانجي باقصى قوته وبيبدا يشرب من دمه ولكن اللي ما يعرفوش ان دانجي مش بشري عادي. طعم دمه بيكون مقرف بالنسبه للشيطان وده لانه الشيطان زيه بالظبط ولكن شويه القطرات دول كانوا كافلين ان هم يعالجوا دراعه. وبيطلع الشيطان على السطح وبيفتكر دانجي كلام اكي لما قال له اوعى تعمل للشيطان مهما حصل. باور بتبص له بتقول له البشر دول اغبياء قوي. الشيطان بيبص للمدينه وحالف يدمر كل حاجه ويقتل كل البشر اللي موجودين فيها. باور بتقول له هو انت نسيت اتفقنا فين القطه بتاعتي. بيطلع الشيطان القطه بتاعتها وبيبلعها قدام عينيها وباور بتتسمر في مكانها من الصدمه. الشيطان بيمسكها وبيبلعها هي كمان. ده هو جزاتك يا باور فاللي غدر لازم يتغدر بيه. بيطير الشيطان ناحيه المدينه ولكن فاكر الحوار خلص كده. لا والله. بيلاقي دانجي متعلق في رجله وبيشرب من دمه هو كمان وبيمسكوا الشيطان ولكن خلاص كان فات الاوان. بيسحب دانجي الفتيل معلنا عن وصول شيطان المنشار يا ساده. بيستدعي انصاله في ثواني ايد الشيطان بتطير في نفس اللحظه. الشيطان مش مصدق ان البشر اللي قدامه تحول لشيطان في لمح البصر. بيسقطوا الاثنين من السماء على احد المباني بيفرتكوا امه. دانجي بيشوف واحده من البشر بيامرها تهرب من المكان والشيطان بيتفاجئ انت ازاي سبتها تهرب. بينقض دانجي عليه وبلكمه واحده بس بيطيره. الشيطان بيبدا في الهجوم عليه ولكنه بيتفادى كل هجماته وبينقض دانجي باقصى سرعته عليه وبيسيب له جرح في صدره هيفتكره طول حياته. بيرفع الشيطان احد السيارات وبيرميها عليه ولكن دانجي بيتصدى ليها والشيطان بيتصدم ايه القوه دي كلها يا جدع. بيلبسوا دانجي العربيه في وشه وبتنفجر وبتولع فيه. بيحاول الشيطان بقه المدفع غريب وبيجمع كميه كبيره من الهواء جواه وبيطلق على دانجي بوم. دانجي بيطير وبيدمر المبنى من قوه الهجوم. الشيطان بيكون فاكر ان هو انتصر عليه وبياخد احد البشر علشان يشرب دمه ويتعافى ولكن انت بتعمل ايه يالا. بيسمع من وسط الضباب صوت مناشير دانجي مرة أخرى. دانجي خلاص اتجنن حرفيا واللي جاي حمادة تاني خالص. بيستدعي أنصاله في كلتا اليدين وبينطلق مثل الصاروخ عليه وبيحاول الشيطان يتصدى ليه ولكن انت بتعمل ايه بس. دانجي بيطير له دراعه تاني في ثواني. الشيطان مصدوم بل مرعوب وعارف ان دانجي مش هيوقف لحد هنا. وفي هجوم اخير بينطلق دانجي وبوم بيشرح الشيطان اللعين ده. بتفتح باور عينها بتلاقي دانجي شايلها من وسط احشاء شيطان الخفاش. بتسأله انت ليه انقذتني بعد ما خدعت
بتاعتك، هو انا المفروض كنت اتفرج عليكي وانت بتموتي قدامي. دانجي لسه هيفرح انه قضى على الشيطان، بيلاقي حاجه انطلقت عليه طيرت دراعه من مكانه، وشيء اشبه بالدوده التقط دراع دانجي واكلها. ايوه يا جماعه، شيطان تاني ظهر في المكان. دانجي بيسال باور هل قادره تتحركي، فبتقول له لا، وساعتها بيفهم ان هو لازم يقاتل. بيحاول يتحول مره تانية ولكن التحول بتاعه مش بيكون مكتمل بسبب نقص الدماء. بتهجم الشيطان عليه باستخدام مجساتها ولكنه بيتفاداها. ضربه واحده بس من الشيطانه بتكسر الارض وبتطيره. بتمسكه تحديفه بعيد بتكسر بالمبنى وبتوجه له ضربه قويه جدا بتزلزل المكان حرفيا، ولكن بتتفاجئ ان دانجي قدر يتصدى ليها. بينط دانجي وبيديها لكمه صاروخيه ولكنها بترد الهجوم في لحظتها. بيفتكر دانجي كلام اكي لما قال له دور على اكتر طريقه مؤلمه واقتلهم بيها يا دانجي. بيجري عليها وبتسلق احد مجساتها وبينجح انه يجرح رقبتها. دانجي خلاص فقد صوابه وبقى بيقاتل زي المجنون. بيمسك احشاء شيطان الخفاش من الارض وبيلفها حوالين الشيطانه وبيوقعها، وجرح تاني في جسمها، والوضع حماس الحماس. الشيطانه بتتجنن وبتنزل عليه بمجموعه ضربات متتاليه وشكلها هتقضي عليه. دانجي كان هيفقد الوعي خلاص ولكن ما كانش فارق معاه، وكل اللي بيفكر فيه هو القضاء على هذه الشيطانه. الجانب الشيطاني ظهر من دانجي خلاص، بيجري ناحيتها وكان هيوجه لها ضربه نهائيه، ولكن الشيطانه بتخترق جسمه بلسانها. كانت على وشك التهام دانجي والقضاء عليه تماما، ولكن ساعتها بيظهر ايد من العدم ويليها ثعلب شيطاني يلتهم تلك الشيطانه اللعينه. ايوه هي دي قوه اكي يا صديقي. بيطلب اكي من اللي معاه اخلاء المدنيين وبيامر هيمينو انها تدور على شياطين تانية في المكان. بيفتح دانجي عينه بيلاقي نفسه في المستشفى وجنبه اكي. بيقول له انا جبت لك دراعك والتصقت في جسمك اول لما نقلنا دم، انت فعلا شيطان يالا. دانجي بيقول له انا شفتك بتتكلم مع شيطان وقت الهجوم، انت كمان صاحب شيطان اهو. بيكشف اكي دراعه وقتها كان ملفوف بالضمامات وبيقول له انا عامل عقد مع الشيطان ان اديله اجزاء من جسمي في مقابل ان هو يديني قوته. بيقول له احنا شفنا كل حاجه حصلت ما بينك وما بين باور لحد وصولكم للبيت اللي في المزرعه. دانجي وقتها بينكر كل حاجه ومش بيرضى يعرفه ان باور غدرت بيه. بيفتكر اكي كلام الناس اللي دانجي انقذهم وقت الهجوم، وبيروح اكي يفك قيودها، وبعد كده بيطلع على مكتب ميكي ما يسلم التقرير. بيعرفها كل اللي حصل بدايه من خروج دانجي من منطقه الحراسه ووصولهم للبيت والقضاء على شيطان الخفاش ووصول شيطان العلقه كمان، وانهم ما عثروش على اي بقايا لشيطان المسدس لما دوروا. يا ترى ايه حكايه شيطان المسدس ده؟ المهم ميكي ما بترد عليه وبتقول له دانجي وباور خلفوا الاوامر، ولكن الغريب ان اكي بيدافع عنهم. بيقول لها ما حصلش حاجه ومفيش اي اصابات فما فيش داعي ان احنا نعاقبهم. بيصحى اكي تاني يوم في بيته وبيعمل فطار، وفجاه بيلاقوا حد بيخبط على الباب بقوه، ولما محدش بيفتح بيكسر الباب. بيلاقوا باور جايب شنطه هدومها وطلعت هتعيش معاهم هي كمان. ميكي ما بتكلمه بتقول انا فكرت ولقيت ان انت اكتر حد هيعرف ياخد باله من الاتنين اللي عندك دول. اكي هيتشل ولكن مفيش حل قدامه غير تنفيذ الاوامر، وطبعا باور بتقلب الدنيا، ده حتى دانجي هو كمان كان متضايق من وجودها. بيروح دانجي بعدها المكتب مكمه وبتكلفه مهمه صعبه جدا وهي القضاء على الشيطان المسدس. بيسالها دانجي مين الشيطان ده، فبتقول له ده شيطان خطير جدا كل الصيادين بيحاولوا يقبضوا عليه ولكن ما كانوش عارفين. الموضوع بدا من 13 سنه لما حصل هجوم ارهابي في امريكا. وقت الهجوم ده كان في احد المنازل كان في عيله عايشه بسعاده، والاخ الصغير خرج يلعب مع اخوه الكبير بره، وبعد ما خلصوا اللعب رجع الاخ الصغير للبيت، وفي اللحظه دي رياح شديده جت وشالت البيت باللي فيه، ومش بس كده لا ده دمرت نص المدينه وقضت على 1,200,000 نسمه. ومن ساعتها والشيطان ده اختفى لحد يومنا ده. بيسالها دانجي وانا هعرف مكان الشيطان ده ازاي، فبتقول له ببساطه عن طريق اجزاء منه. الاجزاء دي من يومها وهي منتشره في ارجاء العالم، واي شيطان بياكلها بتزود قوته اضعاف، والغريب ان الاجزاء دي عندها القدره ان هي تلاقي بعضها. بمعنى اصح احنا لو وصلنا الكتله دي لحجم معين ساعتها هتنجذب للجسم الاساسي وهنلاقيه. وفي الوقت اللي كانوا بيتكلموا في اكي كان لسه قضى على شيطان ولقى جزء من شيطان المسدس جواه. فاكرين بقى الواد اللي عيلته ماتت قدامه وهو ده اكي، وعشان كده بيكره الشياطين للدرجات دي. بعدها بكام يوم بنشوف الفريق كله متجمع بعد ما تلقوا طلب بإبادة احد الشياطين موجود في فندق في المدينه. بيوصلوا عند الفندق ومعاهم قطعه من شيطان المسدس علشان يعرفوا يلاقوا الشيطان، وبالفعل جزء الشيطان المسدس بيبدا يتفاعل. وقبل ما بيدخلوا الفندق بيتكلم الواد ده واللي اسمه اري وبيقول لاكي احنا داخلين نقاتل شيطان خطير، ازاي نقابل نسلمهم ظهرنا. بيقول له اكي احنا مش هندهم ظهرنا، الاتنين دول هيكونوا في المقدمه واحنا بنبيد الشيطان، ولو فكروا يهربوا او انضموا للشيطان ساعتها هنقتلهم. المهم بيدخلوا الفندق ولكن مش بيلاقوا اي حاجه. بيفضلوا ماشيين لحد ما هنا وبتوقفهم وبتقول لهم في حاجه جايه علينا. فجاه باب احد الغرف بيتفتح وبيخرج منه الشيطان الغريب ده بينقض على كوبيني، ولكن هيمينو كانت ليه بالمرصاد وبتستخدم قوتها وبتثبته في مكانه. بتلاها على طول باور وبتقسمه نصين. وسر قوه هيمينو دي ان هي متعاقده مع شيطان الشبح، فهي ضحت بعينها اليمين في مقابل استخدام ايده اليمين. اكي وقتها بيطلع قطعه شيطان المسدس ولكنها مش بتنجذب للشيطان ده، وده معناه ان ده مش الشيطان اللي هم جايين علشانه. بيكملوا طريقهم في الفندق ولكن راي بيلاحظ ان هم رجعوا لنفس المكان. بيقول للاكي هو مش احنا لسه طالعين السلم من الدور الثامن للدور التاسع اللي رجعنا للدور الثامن مره تانية. بيجرب ينزل علشان يتاكد ولكنه بيرجع عندهم تاني. هيمينو بتقول
بتقول لكوبيني تعمل حركه بايديها وبتنزل السلم، ولكن للاسف نفس النتيجه. اكي بيقول لهم دي شكلها قدره الشيطان. بيدخل احد الغرف وبيحاول يخرج من الشباك، ولكن المفاجاه ان الشباك ده بيوديه على اوضه تانية، ولما بيجي يخرج من الاوضه دي بيلاقي نفسه خارج من الاوضه اللي قصاد الاوضه اللي دخل منها. بيقول لهم زي ما توقعت احنا من دلوقتي محبوسين في الدور الثامن. بيدخلوا لاحد الغرف يقعدوا فيها ويفكروا في حل، وكوبيني بتكون مرعوبه، واكي بيبص للساعه وبيلاحظ ان هي واقفه، يعني كمان الزمن متجمد في الطابق الثامن، وده معناه ان محدش هيلاحظ غيابهم من بره ويبعت لهم مساعده. دانجي الخنزير لما بيلاقي الموضوع كده بيسيبهم وبينام. هو حد يجي له نوم في موقف زي ده؟ يالا. بعد شويه بتصحيه منه وبيعرف منها ان هم قادرين يستخدموا الميه وكمان الكهرباء، ولو بعض الاكل اللي سابوا الناس قبل ما يهربوا من الفندق. اكي من ساعتها ما بطلش تدور على الشيطان ورايح حبس نفسه في احد الغرف من الخوف. اما كوبيني فدي كانت فاقده عقلها تماما. وقتها اكي بيجي وبيقول لهم انا عندي اخبار مش حلوه، فاكرين الشيطان اللي احنا قتلناه حجمه بقى كبير جدا. بالفعل الشيطان بقى شكله غريب وحجمه اتضاعف اضعاف مضاعفه. بيسمعوا صوته بيروحوا كلهم لعنده، بيتكلم معاهم وبيقول لهم انا عندي عقد ليكم، اطعموني دانجي وانا هسيب الباقي يخرجوا. دانجي اتصدم، مش معنى الشيطان ده عايزني انا. بتخرج كويني من احد الغرف وقتها ومعاها سكينه وبتقول له سلم نفسك يا دانجي، حياتك مقابل حياتنا كلنا. بتنقض عليه بالسكينه علشان تقتله، ولكن اكي بيطير السكينه من ايديها وهيمينو بتديها لك ما بتخليها تفقد الوعي. اكي بيحاول يستخدم شيطان الثعلب ولكن للاسف بيفشل، وده علشان المكان معزول عن العالم الخارجي. هيمينو بتستخدم ايد الشبح بتاعتها وبتدمر اجزاء من جسم الشيطان، وبالفعل الشيطان بيتألم، ولكن للاسف الشيطان حجمه بيزيد اكتر واكتر. بيقول لهم مفيش فايده، ده مش جسمي الحقيقي ومش هتقدروا توصلوا لقلبي، فهو مش موجود هنا، انتوا دلوقتي داخل معدتي. اسمعوا كلامي، مفيش لكم مفر غير التعاقد معايا. دانجي بيقول له هو انت فاكر ان هم هيصدقوا الشيطان زيك؟ هم هيضمنوا منين ان بعد ما تقتلني يخرجوا من هنا؟ هيمينو بتقول له هو عنده حق يا دانجي، بدل ما الموضوع تم عن طريق عقد فاي طرف بيخل بالعقد ده هينتهي حياته فورا. اري وقتها بيقول لهم احنا لازم نتعاقد مع الشيطان، لو قتلنا الواد ده هنكون قادرين نخرج من هنا ونعمل خطه تانية نقضي عليه بيها. احنا لازم نقبل العقد مع الشيطان ده والا هنموت كلنا. اكي وقتها بيقول لهم اكيد الشيطان ده له منفعه من موت دانجي وعشان كده مش هنقبل العقد معاه. بيبقى الوضع عليهم هم مش عارفين يتصرفوا، وبيقول اكي انه هيستخدم السيف بتاعه لو الامور فضلت كده، لكن هيمينو بترفض رفض قطع انه يستخدمه، وبيقول دانجي لو الامور هتتحل بانه يستخدم سيفه وما تسيبيه يستخدمه يا ست انت. بتقول له لو الامور ساعت ساعتها هنضحي بيك ونديك للشيطان علشان اكي ما يستخدمش السيف. يا ترى ايه هي حكايه السيف ده وايه اللي هيحصل لو اكي استخدمه؟ في الوقت ده بيدخل اري الغرفه بيلاقي الاكل مش موجود. باور اكلت كل الاكل اللي كان معاهم وده بيصعب الامور عليهم اكتر. كوبيني بتتجنن مره تانية وبتقول للباور انت متحالفه مع الشيطان وانت اللي حبسانه هنا، وبسبب خوف كوبيني الشيطان قوته بتزيد اكتر واكتر وحجمه بيكبر اكتر واكتر، وبيهجم الشيطان على بقيه الفريق وهم بيحاولوا يهربوا منه. بيغير شكل المكان وبيميل الفندق كله ناحيته. كويني بتصرخ فيهم وبتقول لهم حد يقتل دانجي اللعين ده لازم يموت. بيقرر اكي يستخدم السيف بتاعه ولكن هيمينو بتقيده بقوتها. بتقول لدانجي احنا هنخرج من هنا لو استخدم سيف ولكن عمره هيقل بشكل كبير جدا وانا مش عايزك تموت يا اكي. اري وقتها بيقيد دانجي وكويني بتهجم عليه باستخدام السكينه ولكن اكي بيقاوم وبياخد الضرب مكانه. اكي بينزف وبتحاول باور توقف النزيف باستخدام قوتها. دانجي اول لما بيشوف الوضع كده بيقول لهم خلاص انا هخليه ياكلني، ولكن انا هقاوم وهخليه يتمنى الموت قبل ما يعمل ده، ولو انتهى بيا الموضوع بقتل الشيطان ده مش هنسى اللي انتوا عملتوه معايا. وبيقف دانجي وبيشد الحبل اللي في صدره وبينط في بق الشيطان. الكل كان فاكر الموضوع انتهى ولكن لا والله. بيفجر دانجي قوته وبيبدا يقطع في الشيطان يمين وشمال. الشيطان بيتألم وبيحاول يقيد دانجي ولكن مفيش اي فايده. بيكسر احد اذرع دانجي ولكن بيشفي دراعه وبيبدا التقطيع مره تانية. الشيطان بيقول له مهما حاولت مش هتقدر تلاقي قلبي. الكل متفاجئ من قوه دانجي المهوله ومحدش قادر يصدق اللي دانجي بيعمله، ولكن هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ باور بتقول لهم دانجي بينزف ولو فقد كتير من الدماء تحوله هيختفي، وبالفعل الشيطان بيسيب دانجي وتحوله بيختفي تدريجيا. ساعتها دانجي بيقول له يا انت يلا. بيبدا دانجي يلتهم اجزاء من الشيطان وقوته بترجع له مره تانية. بيقول للشيطان دماغك طعمها وحش جدا ولكن ده ما يضايقش ان انا اشوفك بتتألم قدامي. هيمن وهي بتتفرج عليه بتفتكر كلام القائد بتاعها لما قال لها اكتر صيادين الشياطين بيخافوا منهم هم الصيادين المجانين، ودانجي مش اي مجنون يا ساده. بيسقط دانجي على الارض من الارهاق وساعتها هيمن بقوه الشبح بتشد فتيل تحول دانجي ليستعيد وعيه مره اخرى. الشيطان بيتألم ودانجي بيقول له انا لقيت الحل، انا هقطع فيك وانزف واشرب من دمك فشف جروحي وارجع اقطع فيك مره تانية. فالمعركه دلوقتي بقت معركه تحمل يا ساده، عجله لا تنتهي من الدماء والاشلاء. بعد مده الكل بيتعب من قله الاكل وخلاص كلهم على شفير الموت. اكي بيسال هنا عدى وقت قد ايه فبتقول له 3 ايام. 3 ايام عدوا ودانجي بيقاتل بدون اي توقف. اما بقى عند دانجي فكان الشيطان جايب اخره خلاص وبيودي له قلبه لحد عنده وبيقول له ارجوك اقتلني. دانجي اكبر الشيطان ان هو يعترف بالهزيمه، بيضرب واحده بيقسم قلب الشيطان ده نصين وبكده دانجي قضى على الشيطان
الشيطان ده خلاص. بيخرجوا من الفندق ودي كانت اول قطعة من شيطان المسدس دانجي يحصل عليها بنفسه. بيفقد دانجي الوعي من اثار القتال وبينقلوه هو واكي على المستشفى. بعدها بيعملوا حفلة بمناسبة نجاح دانجي في المهمة وكل واحد فيهم بيعرف نفسه واهدافه والفريق بيبدأ يقرب من بعضه اكتر. اليوم بيخلص على خير وكلهم بيروحوا بعد اسبوع. بنشوف ميكما في احد القطارات متجهة لكيتو علشان تقابل كبار رؤساء المنظمة، ولكن فجأة اول لما القطار بيدخل النفق بيتم الاطلاق عليها هي المرافق بتاعها وبيتم قتلهم. في الوقت ده بقى اعضاء الفريق كانوا في احد المطاعم قاعدين بياكلوا مبسوطين، ولكن الراجل الغريب اللي جنبهم ده بيبدأ يتكلم معاهم. بيحكي لهم عن جده وانه كان بيحبه جدا وبيقول لهم ان جدي كان من الياكوزا. جد الراجل ده هو نفسه اللي دانجي كان مديون له بالفلوس. بيكمل وبيقول له شيطان المسدس طلب قلبك وبيطلع مسدس من معاه وبيضرب عليهم. بيصيب دانجي في دماغه وهيمنو في كتفها. بتتحرك باور وفي ثواني بتوجه له لكمه بتطيره ويليها اكي بيستخدم شيطان الثعلب عليه وبيخليها تلتهمه. شيطان الثعلب بتقول للاكي اللي انت خليتني اكله ده شيء مقزز، لا هو شيطان ولا هو بشري. وفجاه بتتطاير دماغ شيطان الثعلب وبيخرج الشخص ده ولكن بشكل تاني تماما. الواد ده بيقدر يتحول زي دانجي. بيسحب اكي سيفه وبيقرر يستخدمه لان كده مفيش قدامه اي حل تاني. بينقض عليه وبيديله الطعنه الاولى وبتبدا اللعنه اللي على السيف تعد الطعنات ولازم مجموعهم يكون 3. بيهجم الشيطان على اكي ولكنه بيتفاداها. بينجح ان يديله الطعنه الثالثه والثانيه وراها بيتم تفعيل اللعنه عليه. الشيطان بيتم تقييده من هياكل عظميه بتجرحه في كل جسمه واللي يسقط بعدها على الارض بدون اي حركه. بيطمن اكي على اعضاء الفريق وبتقول له باور ان هم لازم ينقلوا هيمنو للمستشفى حالا، ولكن فجاه بتظهر البنت دي وبتقول له حركاتك كويسه ولكن ما كانتش كفايه. اول لما بتلمس الشيطان بيقوم يقف على رجله مره ثانيه. بيستعد الشيطان للهجوم على اكي واكي بيستعد لصد الضربه ولكن في لمح البصر الشيطان بيكون وراه. بينجح انه يجرحه في صدره جرح عميق جدا ولكن مش بيموت بسبب حمايه بدله صياد الشياطين ليه. بتأمر البنت الشيطان انه يخلص على اكي وساعتها هيمنو بتقول للباور سيبك مني وساعديه، ولكن باور بتقول لها مستحيل انا ما قدرتش اشوفه وهو بيتحرك حتى. بتطلب من الشبح بتاعها المساعده ولكنه كان خايف من البنت اللي مع الشيطان فبتقول له هيمنو انا هضحي بجسمك كله مقابل ان استخدم جسمك. بالفعل بيوافق الشبح وبيبدا الهجوم على الشيطان. مئات الازرع بتنطلق ناحيه الشيطان وبيبص الشيطان وراه بيلاقي الشبح ظاهر بشكله الكامل. بيهجم الشبح عليه والشيطان بيحاول يقاومه ولكن كل ما الهجوم بيطول اكتر بتبدا اجزاء من جسم هيمنو تختفي. اذرع الشبح بتبدا تخترق جسم الشيطان وبيطلب المساعده من البنت اللي معاها والشبح بيغطيه من كل مكان. اكي وقتها بيتفرج على هيمنو وهي بتختفي قدام عينه وما كانش قادر يلحقها. بتفعل البنت قوتها في الوقت ده وبتظهر افعى شيطانيه بتلتهم راس الشبح ولكن كان فات الاوان وهيمنو اختفت بالكامل. بتختفي الافعى واكي لسه مش مصدق ان هيمنو خلاص مش هتبقى موجوده. الشيطان بيقول للبنت ان باور هربت فبتقول له مش مهم احنا هدفنا شيطان المنشار. في الوقت ده ايد الشبح بتتحرك وبتتجه ناحيه دانجي وبتسحب الفتيل وكأن اخر رغبات واراده هيمنو هي اللي بتتحكم فيها. بيقوم دانجي على رجله مره تانية بيقول لهم انا ما اعرفش ايه اللي حصل وانا فاقد الوعي ولكن باين انكم اشرار انتوا الاثنين وانا بحب الاشرار قوي علشان ما حدش بيزعل عليهم لما بيموتوا. الاثنين بيبداوا الهجوم على بعض. في الوقت ده البنت صاحبه الافعى بتتكلم مع باقي اعضاء العصابه وبتطلب منهم الدعم. في الوقت ده القتال بيشتد ما بين الاثنين وصوت تصادم الانصال بيرتفع يا ساده. هجوم من دانجي بيلزق الشيطان في الحيطه. بيهجم الشيطان على دانجي ولكنه بيتفاداها بس من قوه الهجوم المبنى بيتدمر. لكمه من الشيطان لدانجي بيطيره. بيوصل الدعم وقتها وبيبداوا في اطلاق النيران على دانجي. ركله من دانجي للاولاني بيريحه والتاني هو كمان بياخد له واحده بيرقده وبيهجم الشيطان على دانجي ولكنه بيتفاداها. بتتلاحم انصالهم مع بعض ومحدش فيهم قادر على التاني. دانجي وقتها بياخد احد اعضاء العصابه كراهينه وبيقول له لو قربت هسفلت لك وش امه ولكن فاكر ان دول هيفرق معاهم الكلام ده يا دانجي. بينقض الشيطان في ثواني عليه وبيقسم جسم دانجي نصين هو والرهينه اللي معاه. بيشيل دانجي وبيطلب من التاني انه يجيب العربيه بسرعه. بيبدا يفقد قوته من القتال وبيتبخر التحول بتاعه وبيرجع لطبيعته مره تانيه. في الوقت ده بنعرف ان تم القضاء على معظم اعضاء الفريق بما فيهم ميكما والمرافق بتاعها. بيتكلم افراد العصابه مع بعض وبيقولوا القطار قرب يوصل للمحطه حاولوا تختلطوا مع المدنيين مش عايزين حد يكشفنا. ولكن فجاه بيلف واحد فيهم وشه بيلاقي ميكما واقفه وراه. هو انتوا كنتوا رايحين في حته؟ في محطه القطار كان في 2 تابعين لمنظمه صياد الشياطين مستنيين وصول ميكما والمرافق بتاعها. بتجيلهم وقتها اخبار الهجوم وان تم القضاء على ميكما والفريق بتاعها بالكامل. ولكن وقتها بيقف القطار قدامهم وبتنزل منه ميكما ملطخه بالدماء ولكنها على قيد الحياه. اما بالنسبه لاعضاء العصابه اللي كانوا في القطار فدول اجسامهم بقت اشلاء حرفيا. بتروح ميكما معاهم وبيطلبوا منها ان هم يرجعوا لطوكيو علشان يساعدوا ولكنها بتقول لهم مفيش وقت ومش هنلحق. على الارجح الهجوم ده كان غرضه دانجي ولكن احنا هنتصرف من هنا. بتقول للواد اللي معاها واللي اسمه كوريسي يروح لوزاره العدل ويطلب منهم 30 سجين محكوم عليهم بالمؤبد او بالاعدام. وبتقول للتندو البنت اللي معاها روح اجر ضريح قريب ولكن يكون في مكان عالي. بالفعل بنشوف العربيات بتنقل السجناء موديهم عند ميكما. كانوا جايبين لهم اكل كتير وكانهم بيكافئوهم على اخر لحظات حياتهم. في الوقت ده كانت افراد العصابه على
على وشك نقل دانجي بالعربيه بتاعتهم ولسه هيشيلوه يودوه العربيه. الواد بيقول لهم ان حاسس بشعور غريب. الكل في البدايه كان فاكره بيمثل، ولكن فجاه الواد ده بينفجر تاركا دماغه في كل مكان. الكل بيترعب وبتتصل البنت بقى اعضاء العصابه تسالهم ميكا ماتت ولا لا. اعضاء العصابه بيحاولوا يتاكدوا ولكن مفيش اي اجابه. لا وكمان واللي كان بيحاول يتاكد بينفجر. في الوقت ده ميكا كانت بتعمل الطقوس بتاعتها ومغميه عيون كل اللي موجودين معاها في الضريح، وكل ما عضو من العصابه بينفجر بيموت قصاده احد السجناء. ودي كانت طقوس تضحيه مرتبطه بالشيطان اللي ميكا عامله معاه العقد حياه قصاد حياه. اعضاء العصابه بيبداوا ينفجروا في كل مكان موجودين فيه ومحدش عارف السبب، والوضع رعب والكل مرتبك. بتخلص ميكا وتندو وكورس بيخلعوا عصابات اعينهم وبيتفاجئوا بكل السجناء ميتين. بتقول لهم ميكا انا عملت كل اللي اقدر عليه وانا هنا، خلونا نرجع طوكيو دلوقتي. ما عادش فاضل غير البنت وحفيد زعيم الياكوزا وما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي. بتقول له اكيد ميكا هي اللي عملت كده. كانوا عايزين يهربوا ولكن كوبيني بتظهر وقتها، فلما افراد العصابه حاولوا اطلاق النار عليها اري زقها وخد الطلقه مكانها. اري ضحى بنفسه في سبيل ان كوبيني تعيش. بتقول لهم انتوا اللي كنتوا ورا الهجوم المسلح مش كده. بتستخدم البنت الافعى بتاعتها علشان تقضي عليها ولكن كوبيني بتتفاداها. بتجري على جسمها وبيحاول الشيطان انه يضربها بالمسدس بتاعه، ولكن دي في ثواني بتطقع له دراعه جنبه. الله يخرب بيتك، انت كنت مخبيها كل ده فين؟ دي طلعت نينجا يا صديقي. بتلتقط المسدس وفي ثواني بتمس عليه طلقتين ورا بعض. بتحاول البنت تهجم عليها بالمسدس ولكنها بتتفادى الطلقات وبتستخدم جسم دانجي في انها تتصدى للباقيين. البنت بتاخد صاحبها وبيهربوا بالعربيه ولكن كويني مش بتسكت وبتضرب عليهم، ولكن للاسف بينجحوا في الهروب. بتوصل في الوقت ده ميكا طوكيو وبتقابل ماكادو اللي كان معاها في القطار. بيقول لها ان تم ضم الاقسام من 1 ل3 وهي بقت المسؤوله عنهم دلوقتي. بيقدم لها استقالته، بيقول لها خلاص انا تعبت من الوضع ده، انا ما عادش قادر ان انا استمر قصائد شياطين. وساعتها ميكا بتقبل منه الاستقاله وبتسيبه وبتمشي. بيفتح اكي عينه بيلاقي باور ودانجي بيتخانقوا كالعاده. بيسالهم مين اللي لسه عايش من الفريق الرابع. بيقول له دانجي لسه كوبيني وميكادو، ولكن ميكادو قدم استقالته. بيسيبوه بعدها وبيمشوا علشان عندهم ميعاد مع ميكاما. بيمسك اكي السيف بتاعه وبيسال اللعنه فاضل لي وقت قد ايه، فبتقول له 2 بيبكي اكي وقتها على فراق هيمن وكل ده، ودانجي كان لسه واقف بره. دانجي بيسال نفسه وقتها يا ترى حد هيزعل عليا كده لو مت. مش بيفكر في الموضوع كتير وبيتحرك هو وباور علشان يلحقوا ميعادهم مع ميكاما. وقتها بيوصل كورسو وتندو عند اكي. بنشوف بعدها ميكاما وباور ودانجي عند قبور صيادي الشياطين. بتقول لهم احنا مات مننا كتير وعشان كده احنا لازم نكون اقوى. بيسالها دانجي هو انت اللي هتدربينا؟ بتقول له لا للاسف بس انا عندي المعلم المثالي ليكم. بيوصلوا عند الراجل ده واللي بيخش عليهم حامي على طول وبيقول لهم انا هسالكم شويه اسئله. السؤال الاول حاسين بقيت تجاه زمايلكم اللي ماتوا؟ فبيردوا بيقولوا له عادي. السؤال الثاني عايزين تنتقموا من اللي قتلوهم؟ فبيقولوا له لا يا راجل مش للدرجات دي. اخر سؤال والاخير انتوا في جانب مين، البشر ولا الشياطين؟ فالاتنين بيردوا في وقت واحد احنا في الجانب اللي فايز. الراجل ده طلع نفسه هو المعلم بتاع هيمن وبيقول لهم عجبتوني. بتسيبهم ميكاما وبتمشي وبيقرب منهم وبيقول لهم انا صياد شياطين محترف من القطاع 1، هتنادوني بالمعلم وده اجباري مش اختياري، واكتر حاجه بحب اعملها هي قتل الشياطين. وفي ثواني بيخنقهم هما الاثنين وبيخليهم يقطعوا النفس تماما. بيرميهم على الارض وبيقول لهم الفرق ما بينكم وبين البشر انكم بتشفوا نفسكم بشويه دم. بيطلع كيس دم من معاه وبيدي كل واحد فيهم شويه. بيرجعوا الاثنين يقفوا على رجلهم مره ثانيه وبيكمل وبيقول ميكاما طلبت مني ان ادربكم ومش عارف ليه الشيطان المسدس بيستهدف قلبك. انا دربت بشر قبل كده ولكن ما دربتش الشياطين، انا اقوى صائد شياطين موجود في الفرع، يعني اي شيطان هيقدر يهزمني هيكون الشيطان الاقوى، وعشان كده انا هفضل اصطاد فيكم لحد ما تهزموني. بيقول لهم يلا تعالى لي يا حلو انت وهي. وفي ثواني باور بتعمل مطرقه من دماغها وبتديها لدانجي. بيبدا دانجي بالهجوم عليه بالمطرقه ولكنه بيتفاداها وبوم بيديله واحده في كتفه بالسكينه اللي معاه. مش بيلحق يهدى والتانيه على طول في رقبته بيريحه. باور بتنقض للهجوم عليه ولكن في ثواني بنفس السكينه بيجرحها في رقبتها. بيقول لهم انتوا الاثنين ضعاف وانا مش هتردد ان اصحى رؤوسكم انتوا الاثنين ومش هرحمكم غير لما تهزموني. بنرجع تاني عند اكي اللي كان بيحاول يستدعي الشيطان الثعلب ولكن مش بترد عليه. بيقول له الشيطانه شكلها متضايقه منك بسبب اخر مره وشكلها مش هتساعدك مره تانيه، انت دلوقتي محتاج يا اكي تعمل عقد مع شيطان اقوى علشان يكون ليك فايده في المرحله الجديده. بتتكلم تندو معاه وقتها بتقول انا عارفه انها وقحه مني ولكن انت مش بتفكر تبطل. بيرد عليها وبيقول لها بطل ازاي والشياطين اللي قتلوا عيلتي وشريكتي لسه على قيد الحياه. بتتاكد ساعتها ان اكي عمره ما هيبطل غير لما يموت. بيسيبوه بيمشوا وبيقولوا لها هنشوفك بكره. وفي الوقت ده بتيجي بنت تزور اكي ولكن اول لما بيشوفها بيتصدم. الليل بيجي وبيكون المعلم خلص عجن في باور ودانجي وبيقول لهم انا هروح ولكن انا هزوركم بكره في البيت. الاثنين بتكون حالتهم تصعب على الكافر ومحدش فيهم قادر يتحرك. بيرجعوا ماشي مع بعض ودانجي بيقول لها احنا لو كملنا كده انا هموت نفسي. فبتقول له انت ما بتموتش يا غبي انت. بتقول له تيجي نهرب ونسيبهم. فبيقول لها هربنا هيتعاملوا معانا معامله الشياطين وهيقضوا علينا. دانجي بيتعصب وبيقول لها احنا لازم نقضي على ابن اللعين
العينه ده. بتقول له باور انا عندي طريقه نهزمه بيها بالرغم من انه قوي جدا ولكن عقله دايما مشوش بسبب اللي بيشربه واحنا لازم نستغل ده ونهزمه. الفكره بتعجب دانجي وبيقول لها تمام. تاني يوم بيوصل المعلم عندهم السكن، الاتنين مستعدين ولابسين نظارات على اساس ان هم بقوا اذكى وكده يعني. واول لما بيقف المعلم قدام الباب بيلاقي سهم مخترق الباب كان هيطير دماغه ولكنه بيتفاداه. بيكسر السهم وبيعرف وقتها ان ده كمين منهم. كانوا حاطين زجاجات دماء في الدور اللي فوق بتستخدمها باور وبتهجم عليه ولكنه بيتفادى كل الاسهم وبيكسرهم. بينزل شيكي وقتها من وراه علشان يهجم عليه ولكن في لمح البصر ركله من المعلم بتخلص الكلام. بيقول له دي اكتر مره انت عملتوا مجهود فيها ولكن مش كفايه. انت المره دي خسرتوا لسببين وهما ان باور ارهقت نفسها باستهلاك الدماء وانت ما توقعتش الهجمه بتاعتي. خلينا نوقف هنا النهارده وبيسيبهم وبيمشي. ودانجي طبعا بيفرح انه مش هيتعذب العذاب اللي اتعذبه امبارح ولكن في اللحظه دي بيلاقي سكينه مرشاه في نص راسه. المعلم بيقول له تاني درس ليك، اوعى تصدق كلام عدوك ابدا يا ابن الغداره. في الوقت ده كان اكي خارج من المستشفى ورايح مع كورسو وتندو لاحد السجون السريه اللي الامن العام بيحبس فيها الشياطين. بيقول له احنا جايبينك هنا علشان تعمل عقد مع الشيطان اقوى. بيوديه عند احد غرف الشياطين وتحديدا شيطان المستقبل وبيقول له في 2 في الفرع هم اللي عملوا معاه عقد بس. الاول ضحى بعينه الاتنين وحاسه الشم والتذوق والتاني ضحى بنص عمره. بيدخله عنده وبيقول له كورسو اتمنى انك تقدر تعمل عقد معاه. بيظهر الشيطان قدام اكي لاول مره وشكله غريب وعنده عين كبيره في نص جسمه. اكي بيقول له انا جيت اتعاقد معاك فعرفني ايه هي شروطك. بيقول له الشيطان ده ايه الدخله اللي انت داخلها دي يا شبح، خلينا الاول نعرف مستقبلك علشان نحدد شروط العقد. بيطلب من اكي انه يدخل راسه جوه جسمه وبيستغرب بس بيعمل كده. اول لما الشيطان بيخلص بيفضل يضحك وبيقول له شروط العقد بسيطه، انت هتخليني اعيش جوه عينك اليمين في مقابل قوتي. انا عارف انك مستغرب من بساطه الشروط ولكنك هتموت موته شنيعه وانا عايز اكون موجود وقتها. ولسه هيحكي لاكي هو هيموت ازاي. بيقول له مش عايز اعرف المهم انك تكون اقوى. في الوقت ده دانجي وباور كانوا لسه بيتعاجنوا مع المعلم. بيقول لهم مستواكم اتحسن وعشان كده هنخلي التدريب مره واحده بس في الاسبوع. الاتنين بيفرحوا ولكن مش بيلحقوا علشان بيعرفهم ان هم بكره هيهجموا على المكان اللي موجود فيه البنت صاحبه الافعى وحفيد زعيم الياكوزا السابق. بيقول لهم لو الهجوم ده فشل هيتم محو القسم الرابع بالكامل وساعتها هتضطروا تقتلوني واكيد انتوا مش عايزين ده. فبيقول له دانجي انا ساعتها هعفو عنك ومش هقتلك علشان انت المعلم بتاعي اللي علمني ازاي اقاتل. المعلم بيقف متنح والراجل ده شكله بدا يحب دانجي ولا ايه. بيتقابل بعدها هو ومكمه وبيقول لها اوعي تفتكر ان الامن العام نايم على ودانه، احنا عارفين ان انت كنت على علم بالهجوم اللي حصل وما اتكلمتيش. بتقول له بس انا تعرضت للهجوم انا كمان. بيرد بيقول لها انا هتغاضى عن اي حاجه انت عملتها طول ما انا عارف انك في صف البشر ولكن اول لما اشك انك بقيت ضدنا هتموتي. كده الموضوع شكله فيه ان بنروح في الوقت ده عند العصابه اللي بيكونوا متوترين بسبب الهجوم اللي هيحصل عليهم. المكان متحصر تماما ومحدش عارف يخرج ولا يدخل. بتتكلم البنت صاحبه الافعى وبتقول لهم طول ما مكم على قيد الحياه مفيش مكان امن في اليابان كلها. ما تخافوش على الزعيم بتاعكم حتى لو مات هيرجع للحياه من تاني، المهم بس خلي بالكم لا يتم عضكم. الكل بيستغرب من كلامها وساعتها الزعيم بيقول لهم احنا هنستخدم اخر هديه جدي سابها لنا وهي الزومبي وبيهم هنقدر نقضي على دانجي واصحابه. ودول يا صديقي هم الزومبي اللي دانجي قتل مجموعه منهم قبل انضمامه للامن العام. في الوقت ده اكيد كان راكب مع تندو وكورسو العربيه. بيتكلم كورسو معاه بيقول له سمعت انك بتسعى لقتل الشيطان المسدس، ما تزعلش مني بس انت مش شايف فرق القوه ما بينك وما بينه، ما تخليش غرك يقضي عليك في النهايه. ساعتها اكي بيرد وبيقول له انا عارف الفرق ما بيننا كويس ولكن انا مش هقدر اعيش بطريقه تانية، انا هفضل اسعى ورا الشيطان ده لحد اخر ثانيه في عمري. بيوصلوا لمكان الهجوم وقبل ما بيمشي كورسو بيوقفه بيقول له مختلف معاك في الطريقه ولكن في النهايه هدفنا واحد، خلينا ننتقم منه سوا يا صاحبي. وساعتها اكي بينحني احتراما ليه. في الوقت ده مكمه كانت في مقابله مهمه وتحديدا في مقر الياكوزا. زعيم الياكوزا الجديد بيقول لها خلينا نوفر عليك الهجوم اللي حصل عليكم ده ما كانش بامر مني. شيطان المسدس خدع شويه الشباب العبط دول وعمل معاهم عقود. ساعتها مكمه بتطلب منه اسماء اعضاء العصابه اللي عملوا عقود مع الشيطان ومش بس كده وكمان اسماء الناس اللي من عصابات تانية. وطبعا زعيم الياكوزا بيرفض وبيقول لها اللي انت بتقوليه ده هيعمل حرب بيننا وبين العصابات الباقيه. ساعتها بتطلع مكمه كيس من معاها وبتقول له الحاجات دي تخص قرايبكم، كل واحد هنا شخص عزيز عليه ليه حاجه في الكيس ده، امهاتكم وابائكم وابنائكم وكمان زوجاتكم. بيفتح الزعيم الكيس وبيلاقيه مليان بالعيون. الزعيم بيتصدم ومكمه بتكمل وبتقول له عندنا طبيب يقدر يرجعهم مكانهم تاني لو تعاونت معانا خليه يعمل كده. افراد العصابه بيغضبوا واحد منهم بيحط ايده على كتف مكمه ولكن انت بتعمل ايه يلا. بنظره واحده منها بس الواد بيبدا ينزف وبيسقط على الارض ميت في لحظتها. بتقوم مكمه وقتها بكل جمدان وبتقول لهم هتتعاونوا معانا ولا نكمل على باقيكم. في الوقت ده كان اشتد الحصار على
على العصابه ووصل كل اعضاء الفريق للمكان. بتتكلم البنت صاحبه الافعى مع حفيد الزعيم وبتقول له المكان اتحصر دلوقتي بالكامل، هنقتل اكبر عدد منهم ونسرق قلب دنجي ونهرب. في الوقت ده بيروح اكل المعلم وبيساله ايه الخطه، فبيقول له مفيش خطه، القسم الرابع هيدخل ويبيد العصابه بالكامل. بيدخلوا بالفعل وبيتكلم المعلم مع الشرطه وبيقول لهم معظم اعضاء القسم الرابع مش من البشر، وعشان كده هعرفكم قدراتهم علشان لو حد فيهم حاول يهرب تتعاملوا معاه. الاول هو شيطان القرش وده بيقدر يعوم في اي سطح مهما كان. التاني بقى هو شيطان العنف وده وهتخلعوا القناع بتاعه. اما التالتة وهي شيطانة العنكبوت ودي شكلها بسكوتة زي البشر ولكن حاسب علشان دي ممكن تعورك. الرابع هو شيطان الهلاك وده اي اتصال جسدي معاه بينقص عمر اللي لمسه. اكيد في الوقت ده كان نازل تقطع في الزومبي واحد ورا التاني وبيقرب شيطان الهلاك منه وبيطلب منه منديل. الغريب ان اكي بيتعامل معاه عادي، فبيقول له هو انت مش خايف مني؟ فبيقول له اكي انا ما عنديش كتير اخاف عليه. احد افراد العصابه بيجي من ورا اكي وبيطلق عليه النار، ولكن شيطان الهلاك بيتصدى للرصاصات دي وفي ثواني بينطلق اكي عليه وبيخليه يفقد الوعي. بيقول للباور ودنجي احنا هنسيب لهم المكان هنا ونروح لصاحبه الافعى وحفيد الزعيم. بيتفرقوا كل واحد فيهم بيدور في حته، واكي بيتفاجئ بعدها العصابه محصرينه من كل مكان، ولكن فجاه واحد منهم بينزف وبيبداوا يسقطوا واحد ورا التاني. ميكا ما بدات تشوف شغلها. بيكمل اكل لحد ما بيوصل لصاحبه الافعى. بنت الخبيثه بتستدعي الشبح اللي كان متعاقد مع هيمن وعايزه تضغط على اكي نفسيا وتدمره. بتؤمر الشبح بالهجوم عليه واكي نزل تقطع في اذرعه اللي ملهاش نهايه. بيفتكر كلام شيطان المستقبل ليه لو استخدمت قوتي هتقدر تشوف لمحات من المستقبل، ولكن في النهايه دي مجرد لمحات. بيستمر اكي في التقطيع وتفادي الهجمات، ولكن الشبح بيضغط عليه في الهجوم اكتر وبالفعل بيقدر يمسكه. بيخنقه من رقبته والبت بتؤمر الشبح ان هنا حياته، والشبح بيضغط بقوه اكبر واكي على وشك لفظ انفاسه الاخيره. بالفعل بيفقد اكي الوعي وقتها. بيفتكر ذكرياته مع هيمن في اول مره اتقابلوا فيها لما كانت عايزاه يدخن ولكن كان لسه ما تمش السن القانوني، وعشان كده هيمن قالت له انا هعيد لك السيجاره دي معايا لحد ما تكبر. بيفتح اكي عينه وقتها بيلاقي الشبح سايبه ومدد له ايده. بيفتحها بيلاقي فيها السيجاره اللي هيمن سابتها له، وبيفتكر اكي وقتها لما هيمن قالت له ان الشبح ده مش بيقدر يشوف وانه بيعتمد على الخوف علشان يقدر يحدد الاجسام اللي قدامه. بيمشي اكي بكل ثقه وبيطلع فوق جسم الشبح ده وبيوصل لرقبته وبيطيرها. لسه البنت هتستدعي الافعى بتاعتها ولكن في ثواني كوبيني كانت وراها ورافعه السكينه على رقبتها. جيم اوفر يا حلوه. في الوقت ده دانجي وباور كانوا في الاسانسير وبيتخانقوا كالعاده. الاسانسير بيقف في دور مليان بالزومبي وبيقول لها دانجي اوعي تطلعي الصوت محدش فيهم لاحظنا، ولكن بنت المجنونه بتصرخ باعلى صوتها وقتها وبيبدا الزومبي في التحرك ناحيتهم. بتقول لدانجي تعالى ورايا ولكنه بيفضل مكانه في الاسانسير والباب بيتقفل. بنت المجنونه بتفضل تقطع في الزومبي يمين وشمال وفاكره ان دانجي بيقاتل معاها. البت مستواها اتطور جامد وحركاتها بقت اخف بكتير. الاسانسير بيقف بدانجي اللي بيستعد وبيمسك فتيل تحوله لاي وضع طارئ. بالفعل الباب بيتفتح وبيلاقي حفيد الزعيم واتنين من العصابه قدامه. بيقول له استسلم يا دانجي وانا ممكن ارحمك واموتك من غير اي الم، ولكن دانجي وقتها بيقول له عند امك يالا. الاتنين بيتحولوا وبينقلوا القتال لخارج المبنى وبيسقطوا هما الاتنين وصوت تصادم الانصار يرتفع يا ساده. ركله من حفيد الزعيم بتلزق دانجي في المبنى اللي وراه وبيكمل عليه وبينزل فوق علشان يقضي عليه ولكنه بيتفاداها. هجمه يمين وهجمه شمال والاتنين رافضين الاستسلام. بيوصل دانجي لحافه سطح المبنى وحفيد الزعيم بيديله ركله بيطيره. دانجي بيطل لمسافه بعيده جدا وبيسقط فوق احد القطارات. بيوصل حفيد الزعيم عنده وبيستنى في القتال مره اخرى، ومره واحده بيختفي حفيد الزعيم من قدام دانجي وفي ثواني بينزل عليه من فوق بيخترق بالقطار. بيقفوا الاثنين قصاد بعض وساعتها بتشتغل فرامل القطار وتوازن دانجي بيختل. بيستغل الشيطان الوضع وبيلزقه في سقف القطار وبيديله لكمه كمان بتطيره. في الوقت ده كان في بنت من المواطنين موجوده وبيقرر الشيطان الهجوم ودانجي بيحميها، ولكن بسبب ده دانجي بيخسر دراعه. البنت بتهرب وبيقف دانجي مره ثانيه ولكن هجوم صاروخي في ثواني بيطير له دراعه الثاني. الشيطان بيقول له الموضوع انتهى استسلم دلوقتي احسن لك. بس هل انت فاكر ان دانجي هيستسلم يا صديقي؟ لا والله. بيقول انا لسه عندي منشار في راسي انت نسيته ولا ايه؟ الشيطان بيقول بس كده. بيلف وفي ثواني بيهجم عليه وبيحصل تصادم ما بينهم ومنشار دانجي بيتم تحطيمه. الشيطان فاكر انه انتصر وبيبتسم ولكن زي ما قلت لك قبل كده ده عند امك يالا. دانجي بيبدا يضحك والشيطان مستغرب هو بيضحك على ايه، وفي ثواني جسمه بيتقسم نصين. فدانجي يستغل تركيز الشيطان على راسه وعمل منشار في واحده من رجليه وقت الهجوم، وساعتها بيسقط الشيطان اخيرا على الارض بدون اي حركه. بيفتح حفيد الزعيم عينه بعدها بيلاقي نفسه مقيد وقالع كل هدومه. دانجي بيقف قدامه بيقول له انت هتقضي بقية حياتك في السجن ودي النهايه اللي تليق بيك يالا، ولكن انا حاسس نفسي مش مرضي بعد ما هيمن وماتت بسببك. بيوصل اكي عنده بيقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقول له دانجي انا كنت بفكر اعذبه شويه. الفكره بتعجب اكي وبيقول له اكتر حد هيخليه يصرخ باعلى صوت هو اللي هيكون كسبان. الاتنين المجانين دول حولوا الواد لجسمه لكمه وضربات يمين وشمال وفين يوجعك يا معلم. بعدها بيتم القبض على بقيه افراد العصابه وبتروح ميكا ما تسلم التقرير للرؤساء بتوعها. بتقول لهم البنت صاحبه الافعى دي كانت صياده شياطين في السابق ولكنها عملت عقد مع الشيطان المسدس. بيسالوها عرفت منها حاجه؟
مفاجأة بتقول لهم قبل ما يتم استجوابها ظهر شيطان من العدم وقضى عليها. ولكن احنا لقينا جزء كبير جدا من شيطان المسدس في المبنى اللي كانوا فيه، ولما جمعناه مع الاجزاء اللي عندنا بدات تتحرك ناحيه الجسم الاساسي، وده معناه ان جه الوقت اللي نتحرك فيه. بعدها بنشوف دانجي اللي كان بيحلم وشايف نفسه وهو صغير، والحلم ده كان دايما بيجيله ولكن ما كانش بيكمل. بيشوف باب قدامه فبيقرب منه، ساعتها بيسمع صوت بوتشا وبيقول له اوعى تفتح الباب ده يا دانجي، الباب ده لو اتفتح هيجيب خراب ودمار للعالم، القوه دي انت لسه مش قدها. الموضوع بدا يسخن وشكلنا داخلين على النهايه يا صديقي، فيا ترى ايه شكل شيطان المسدس وليه بيسعى ورا قلب دانجي؟ وايه هي علاقه شيطان المسدس ببوتشا؟ ويا ترى هل ترى ايه هي القوه اللي عند دانجي وما يعرفش عنها حاجه دي؟ كل ده واكتر هنعرفه في الجزء اللي جاي، فاستنونا. ولو عايزين نكمل الجزء الثاني من شيطان المنشار وصلوا الجزء ده 10000 لايك يا اساطير، عملناها قبل كده ونقدر نعملها تاني، فانا واثق انكم في ظهري وقد اي تحدي، ويا ريت تشتركوا في القناه علشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر، وصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام، واشوفكم بخير، سلام.